رغم سمعته كسارق للطعام، إلا أن ابن آوى صياد ماكر. إن تخلى النعام البالغ عن حذره، فالذهاب للشرب من حوض الماء قد يتحول إلى كارثة. بالنسبة لابن آوى، فإن الاقتراب لصيد صغير النعامة يتطلب التسلل والمكر وتمالك الأعصاب. بركلة قوية تكفي لقتل أسد ومخالب بطول 10 سنتيمترات، فليس من السهل العبث مع نعامة بالغة. سيواجه الذكر أي شيء يعتبره تهديدا. نتيجة ذهابه للصيد بمفرده، لا يملك ابن آوى